اندهلي فرج. اندهولها فرج دي أشهر جملة في تاريخ السينما المصرية، واللي بتعبر عن أقصى فعل ممكن يتعرض له أي إنسان، وهو الاغتصاب. فرج هو أحد الممثلين الكومبارسات في فيلم الكرنك لسعاد حسني، واللي دخل عليها واغتصبها في المشهد أثناء التحقيق معاها من أحد الجبابرة في الفيلم التاريخي. واللي ما يعرفوش ناس كتير إن المشهد اللي انتوا شايفينه ده بكل بشاعته وجرأته كان من إخراج المخرج علي بدرخان، واللي كان وقتها جوز سعاد حسني. هجوم كبير حصل على المخرج واتهموه انه مش راجل عشان يسيب مراته يتعامل فيها كده، وقال انه هو وكل اللي في الفيلم محترفين، وكل اللي أدوا المشهد عملوه ببراعة وتصوروا على مرة واحدة، لأنهم كانوا متحمسين لأنهم يعزفوا سيمفونية ضد الظلم. ولما اعترض واحد من اللوكيشن على التصوير، رد المخرج عليه وقال له ان المشهد لازم يطلع بالوحشية دي عشان يوري الناس حجم الظلم اللي كان بيحصل. وده طبعا ما كانش من تأليفهم، ده كان واقع، وبغض النظر عن واقعيته ومصداقيته التعذيب الموجود. فاللي عمل شخصية فرج كان كومبارس، واختاروا المخرج علشان يعمل دور فرج عشان عاوز الناس تركز في الحدث مش الممثل، فجاب واحد يعمل الدور ويختفي بعدها. لكن الغريب بقى ان فرج بقى اشهر شخصيات الفيلم، الناس كلها بقت حافظة ملامحه وشكله وشكل جسمه الضخم وفتحة صدره بقميصه الأصفر كمان. لحد النهاردة الناس فاكراه وبتتداول اسمه. في مشهد الاغتصاب حكى عنه الفنان كمال الشناوي وقال انه تصور من مرة واحدة طبعا، وحتى بعد المشهد الكل انهار، حتى سعاد حسني انهارت، كانت منهارة من العياط. وقال وقتها خدتها في حضني وكان جسمها كله بينتفض من كتر ما تقمصت دور حالة القهر. ورغم ان حالة الفيلم كانت بتتكلم عن افعال النظام السياسي ايام عبد الناصر لمعارضين النظام، فبيقول ان الفيلم كان بمباركة السادات اللي حب يوضح للشعب ان ايام عبد الناصر ما كانتش نعيم ولا حاجة زي ما كانوا متخيلين. لكن المنتج ممدوح الليثي حب يعمل دعاية للفيلم وفي نفس الوقت يدي المشاهد انطباع عن فكرة الفيلم، علشان كده أصر يحط مشهد الاغتصاب على أفيش الفيلم عشان يظهر فرج لآخر مرة والأول مرة في حياته على أفيش السينما. فرج اسمه الحقيقي علي المعاون، وهو من مواليد 1917. كان كومبارس. المشاهد صعبة، وده بسبب جسمه ضخم وملامحه قاسية. وخلال رحلته اشتغل مع فنانين كبار زي اسماعيل ياسين، فريد شوقي، فاتن حمامة، والمخرجين حصروه في أدوار الشر ورجل العصابات. لكن لحد ما وصل لأهم دور في حياته كان فيلم الكرنك، وهو بيمثل مخبر المباحث العامة بيغتصب سعاد حسني. فرج عامل المشهد ده وهو عمره 58 سنة وقدر يحبكه ولا أجدعها ممثل. الكومبارس علي المعاون ظهر في أكتر من 84 فيلم وشارك في مسرحية سيدتي الجميلة، لكن مشهد فرج هو الوحيد اللي علم مع الناس. وبعدها مثل 11 فيلم، كان آخرهم سنة 82 أشهرهم دور في فيلم حسن بيه الغلبان.